الخطوبة بتاعتنا يا أسماء. ايه اللي انت بتقوله ده يا وجدي؟ وليه اصلا؟ وهخطب ندى. هتخطب ايه؟ هتخطب المعفنه الزباله دي؟ أنضف منك. انضف مني انا؟ انت هتجيب لي بنت الشوارع، لبنت الناس اللي تبقى انا؟ فلوس مش كل حاجة، ولا المظاهر ولا العربيات. انت بس عشان واحدة رخيصة بتبص للمظاهر والعربيات يا أسماء. وجدي هو انت سخن ولا فيك حاجه؟ لا، أنا في كامل قواي العقلية، والحمد لله إن أنا اكتشفتك على حقيقتك. حقيقتي؟ هو انا عملت ايه اصلا؟ أنا شفتك وأنت بتهزقيها، ما تستاهلش منك اللي أنت عملتيه لا معاها. تستاهل كده. لا ما تستاهلش يا أسماء. تفرق إيه عنك؟ هي كانت زباله. لا طبعا، اسمها عاملة نظافة، وبعدين هي بتلم وسختنا. دي أهم فرد في المجتمع عشان تبقى عارفة. لولا الناس دي احنا كان زماننا عايشين في مجتمع. وانت يوم ما تتجوز هتتجوز زباله زي دي وملهاش اهل؟ والله انت اللي ناقصه وشايفه ان انا زباله، بس في الحقيقه انت اللي زباله جدا. دي بتعرف تتكلم. اه، وهتعرف بإذن الله تلبس لبس كويس، وهتعرف تركب أحلى عربية، وهتعرف تمسك فلوس انت نفسك ما تعرفيش تمسكيها. عارفة ليه؟ عشان هتتجوز وجد السفير. لكن انت هترجعي بقى لفيلتك اللي انت عايشة فيها، وتروحي بقى تصاحبي ده شوية وده شوية عشان يصرف عليكي. ما انت متعودة على كده. كنت فاكر ان انت انسانة بتراعي شعور الناس، ما تقدريش تقل من حد شغال في الشارع وبياكلها بعلق جبين واسماء. ان شاء الله يعرقك بينا. ماشي يا واد، خلي الزباله دي بنت الشوارع تنفعك. هتنفعني باذن الله. وعايز اقول لك على حاجه، الهدايا اللي انا جبتها لك اعتبروهم زكا مني ليكي، ما فيهاش اي حاجه يعني، خليها معاكي. وبالنسبه للايفون اللي انا جايبه لك هخليه معاكي برضه، عشان تفتكري ان انا كان ليا خير عليك يا اسماء. واقول لك على حاجه كمان، اعتبري ندى هي اللي جابت لك الايفون ده. تحبي تطردي من مكان بالادب ولا نطردك بقله الادب؟ لا انا همشي بالادب. اصل هي حقها خليه برضه. ينفعك. مش قلت لك هجيب لك حقك؟ حقك عليا، ما تزعليش. انا بشكرك جدا بجد، مش عارفه لولا ان انت ظهرت في الوقت المناسب انا كان